في تاني لقاء من لقاءات علوم البحبحاني في الدور التحتاني. المرة اللي فاتت اتسألت سؤال حلو جدا 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 وعجبني بصراحة. قال لي السيد البحبحاني أطال الله عمره وبقاؤه بين سائر العوام وبين عامة الناس إن هو كتب العلوم دي في الدور التحتاني، ما كتبهاش في الدور الفوقاني. هو كان قاعد في الطابق لأن البيت كله عبارة عن دور واحد، ما فيش لا دور تاني ولا دور تحتاني. المهم السيد البحبحاني قرر إن هو يكتب الدور التحتاني علومه، اللي طبعا مع الوقت والكلام ده كله هتظهر لنا النور، وده حافز. طبعا لما اتسالت السؤال ده، عارف ان حضرتك دلوقتي هتقول لي ازاي البيت عباره عن دور واحد وكتب علومه في الدور التحتاني؟ ازاي؟ لا يعقل ومش معقوله. ما نقفش يا جماعه مع بعض على التفاصيل الصغيره دي، ما ندققش يعني، فنزق الفيديو ونمشي الدنيا يا جماعه عشان نظهر العلوم ديت للنور، عشان اللي انت مش عارفه انا ما اعرفوش، واللي انت مش عارفه انا عارفه، تبقى عارف حاجات هو مش عارفها. لازم هو يبقى عارف كل حاجه. فلذلك قررنا ان احنا هنضم اللي احنا عارفينه مع اللي احنا مش عارفينه مع اللي انتوا عارفينه مع اللي احنا عارفينه، ونروح للسيد عارف. السيد عارف بقى عارف ان انتوا مش عارفين، بس انتوا عارفين ان هو عارف. فبكده هنمسك الخيوط كلها من اول خيط لاخر الخيط ونلضمها في الابره. المره الجايه هنقول لكم الابره دي فايدتها ايه غير الهدوم، واكيد الابره ليها حاجات تانية زي ما بقول لك كده من خرم الابره. وطبعا اللي حضراتكم هتشوفوه ده تجربة سريرية عملها البحبحاني على شخص عضه كلب وما تعالجش، ودي بتكون النتيجة. طبعا قبل ما نوريكم النتيجة، ده المريض ساتحة بظلم، والكلب عضه في حتة يعني قرموا منها، يعني ايه، بلاش نذكر الحتة بالظبط، بس من كتر قوة القرمة تحسوا ان الواد عايز يتضرب بالصرمة. كانت النتيجة العملية بعد التلقيح أنثى الضفدع من ذكر المعزة. ما تنصحكوش إن انتوا تعملوا التجربة دي، ولا ترون سوء ولا مكروه حد عزيز، بس لو حد ما بتحبوش اعملوا التجربة دي عليه، هتطلع النتيجة عملية زي ما انتوا شفتوا، نتيجة مؤكدة 100%، والنتيجة مضمونة، والقطنة ما بتكدبش. وطبعا ده كله بفضل اكتشاف علوم السيد البحبحاني في الدور التحتاني. فنتمنى لكل متابعينا كل مستمعينا ان هم يقولوا رايهم ايه في النتيجه السريريه. مش بس كده، احنا عملنا تجربه ثانيه وخلينا انثى الخروف يتكلم، ودلوقتي هنسمعكم صوت انثى الخروف وردة فعله بعد ما عملنا التجربة السرية عليه. شوفوا النتيجة كانت مذهلة. ماما اعملي لي همبرجر. بيقول لك مرة واحد جه يدخل الحمام فنسي ودخل المطبخ تن تراران تن تن. بيقول لك مرة اتنين قابلوا بعض بقوا تلاتة. هتقول لي طب ازاي؟ التانية كانت حامل. ها 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 ها. اه يا قليل الأدب، يا خاين يا غدار، تاخدني كده على اخوانا، تقرصني من انا شايفك عمال تتكلم، ايه اللي ماسكه انت؟ ما بالله عليك ما تخلينا نتجنن بقى. هو لو كان جامد زي ما انت بتقول كان جاب السعر ده، كان مستحيل. دي كانت النتيجة النهائية بعد تلقيح خروف وتجربتنا ان الخروف يتكلم. عندك صابون؟ والله على حسب. حسب ايه يا دكتور؟ ما على حسب حضرتك قصدك صابون عادي ولا صابون سائل ولا؟ صابون ثاني يا دكتور، احنا في صيدليه. معلش انا اسف، اصل انا مره حد طلب مني اوكسي، معلش دي مشكله عندي بصحيه فيا. اجيب لحضرتك صابونه ديتول ولا عايزه صابونه تاني؟ انا عايزه صابونه النيله الزرقاء. نعم النيله الزرقاء. ليه يا دكتور وانت بتعيط ولا ايه؟ لا مفيش، ده الصابون دخل في عيني بس. معلش انا اسف، نيله ايه اللي عملوها صابونه؟ موجوده في اي حته يا دكتور، ما تديني يلا خلينا في نايل امشي. استاذه مفيش حاجه اسمها النيله الزرقاء اهي يا دكتور. طب انا للاسف النيله خلصانه من عندي. طب عندك صابونه بلبن الحمار؟ ايه بلبن الحمار؟ ايه يا دكتور وانت بتعيط
ايه؟ لا مفيش، ده الحمار دخل في عيني. استاذه صابوني تلي بلبن الحمار ده؟ مين الحمار اللي سمح بكده؟ طب للاسف خلصانه من عندي، الحمار روح. يعني انت ولا عندك صابونة النيلة الزرقاء ولا عندك صابونة بلبن الحمار، امال عندك ايه بالظبط؟ صابون سايل. لسه هتغدى والله، لسه هاكل، هطفح، لسه هاكل. ما اكلتش يا اخي. اكل بس لقمه. حاضر حاضر والله. ايوه انت عارف فكرني بمين؟ بالراجل اللي هو كان ماسك التليفون ده بيقول لك انت شاربه السيروكس. هم كده دول بالظبط. العيال دي انت فاهم. انا عايز اسالهم انتوا شاربين ايه؟ لا بصراحه لا. الواحد يا راجل قاعد ورا الشاشه بيغلي. انت زوم عليهم يا راجل، زوم عليهم مش كده يعني. خليني كده ابقى قاعد اقول والله برافو ايوه ادوهم. انما انت جاي كمان بتعلي عليهم. ناس محترمه على عيننا وعلى راسنا، بس يا جدع يا جدع، ده لو فرح امك والله العظيم انت مش، حتى مش هقول لك مش هتروح، لو موجود ما هتبقى فرحان الفرحه دي. هتعمل اي حاجه. انت فاهم؟ يا راجل شوح بايدك اعمل اي حاجه. يا عم ده فرح العمده، انت ضارب ايه؟ تمام. لو سمحت، في ميه صغيره في موجوده؟ طب اخدها بقى لما تكبر. فين؟ ها؟ حاضر فين؟ انت حاضر ولا غايب؟ بس هو محتوى عن ايه؟ احنا مش عارفين، لسه بنستكشف معاكم المحتوى. وتوته توته، خلصت الحدوته بتاعت النهارده. هنشوفكم في لقاء جديد.